يا خلود، هو الموتور الثلاثة سلندر اللي على نيسان ماجنايت الجديدة حلو ولا وحش؟ كويس نشتريه ولا بيبوظ زي ما الناس بتقول؟ وليه بواتير الثلاثة سلندر الناس بتخاف منها ومع ذلك الشركات بتحطها في كل العربيات؟ نيسان ماجنايت، رينو تاليانت، رينو كارديان، ستروان سي 4 وسي 4 اكس، اوبل كورسا واوبل موكا، يا راجل ده حتى اوبل فرونتيرا الجديدة 7 سيتر 7 راكب عليها موتور 3 سلندر. ازاي؟ ودي حلقة جديدة غالية جدا من سلسلة توب تكنيكال. فمبدئيا اي موتور في الدنيا عشان اقيمه لازم ابص على 3 حاجات. اول حاجه الاداء بتاع الموتور ده، بيطلع كام حصان، كام نيوتن متر. تاني حاجه الاعتماديه، هل بيبوظ، هل في مشاكل معينه. تالت حاجه ودي مهمه جدا، مصاريف التشغيل والصيانه، بيستهلك قد ايه بنزين. والمره دي الكلام كتير فغالبا هيبقى فيه جزء اول وجزء تاني. بس اي حد بيفكر يشتري نيسان ماجنايت او اي عربيه عليها 3 سلندر ابعت له الفيديو ده، هيستفيد جدا. خلود هيقول لك. نبدأ بالأداء. هتلاقي مثلا نيسان ماجنايت عليها موتور 3 سلندر 1000 سي سي تيربو بيطلع 100 حصان و150 نيوتن متر. تقول لي يا خلود الأرقام دي حلوة ولا وحشة؟ أقول لك أهم من الأرقام دي حلوة ولا وحشة، الأرقام دي بتوصل للعجل بشكل كويس ولا لأ؟ تقول لي يا خلود ده مش فاهم حاجة اللي أنت بتقوله ده. بالراحة واحدة واحدة. يعني مثلا لو خدنا ال 100 حصان وال 150 نيوتن متر وحطيناهم على عربية فتسها مانيوال أو أوتوماتيك عادي، أقول لك الأرقام ممتازة. لكن لما نيجي نحط الأرقام دي على جير بوكس سي في تي، هنا يبقى عندنا مشكلة. الجير بوكس سي في تي من أسوأ الجير بوكسز اللي بتنقل عزم الدوران بالذات في السكون. الطلعه الاولى بتاعته دايما بطه بلدي، فلما تجيب موتور اصلا صغير ارقامه مش كبيره وتحطه على جير بوكس سي في تي، يبقى انت هنا حرفيا بتاخد اداء ضعيف. تقول لي يا خلود ايه ده؟ طب ليه بيحطوا موتور صغير وجير بوكس سي في تي؟ اقول لك يعني جير بوكس سي في تي ده من اذكى الجير بوكسز اللي موجوده في العالم، في حته تانية خالص في توفير استهلاك البنزين. سي في تي واللي الناس بتخاف منه، الجير بوكس الوحيد اللي يعرف يستفيد من كل ذره نيوتن متر وكل هورس باور، كل حصان موجود في الاحصنه اللي عندك في اللحظه المناسبه. تقول لي يا خلود امال انت ليه بتقول عليه ضعيف؟ اقول لك لانه في الطلعه الاولى ما بيستحملش تورك عالي، ما بيستحملش عزم دوران ونيوتن متر عالي، وعشان كده ما تلاقيش السي في تي موجود على اي عربيه اداء رياضي. لكن انا هسالك سؤال، تفتكر اللي بيشتري رينو تاليانت او نيسان ماجنايت يهمه اكتر الاداء الرياضي ولا يهمه النعومه وتوفير استهلاك البنزين؟ اكيد النعومه والسلاسه وتوفير استهلاك البنزين، وده هتلاقيه في المنظومه الجميله بتاعت ال3 سلندر مع السي في تي. لكن اداء رياضي وطلع حدوته من السكون مش موجود. ندخل على تاني نقطه وهي الاعتماديه. صديق الخلود وصديقه الخلوده مستحيل يبقى الموتور ال3 سلندر اعتمادي زي الموتور ال4 سلندر قولا واحدا. خلود اللي انت بتقوله ده الكونسبت نفسه في عدم اتزان. ازاي؟ للاسف وقت الفيديو خلص، وانا قلت لك من اول الفيديو في جزء تاني، فاستنوا بكره ان شاء الله حلقه اقوى من المره دي، وهو الجزء الثاني من موتور ال3 سلندر. فلو عجبتك سلسله توب تكنيكال اعمل فولو لخلود. والناس اللي بتسالني انا الحلقات ما بتجيليش، روح عندي على الاكونت، اكتيفيت النوتيفيكيشن، فعل الجرس، اعمل دوس على الجرس كده، قول انا عايز يجي لي نوتيفيكيشن اشعار بالستوري بالريل، واشوفكم بكره ان شاء الله على خير.